بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوكم كريم أحمد، بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة حلوان. إن شاء الله الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة هيكون عن تحليل المنشآت ضد أحمال الزلازل، طبقا للكود المصري طبعا 2012، الكود المصري للأحمال 2000 إصدار 2012. لو حبيت اذكر كده سريعا النقطة الأساسية اللي هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة، هيكون واحد كده مقدمة سريعة عن الزلزال. طبعا الزلزال علم كبير، وانا مش يعني بصدد الكلام عنه لانه علم كبير. طبعا انا هذكر مقتطفات بس او حاجات بسيطة عنه اللي تساعدنا او تفيدنا في الموضوع الاساسي بتاعنا اللي هو بتاع الكود يعني. تاني حاجة هيكون طبعا دخول على طول في الموضوع الأساسي اللي هو هيكون الطريقتين اللي بيعتمدوا الكود، طريقتين زي ما العالم كله ماشي. التايم هيستوري بالترتيب كده، ريسبونس سبيكترم ميثود، وبعد كده تايم هيستوري او طيف التجاوب، والطريقة التانية اللي هي تايم هيستوري اللي هي السجلات الزمنية. الحقيقة كان في قبل الكود دوت او قبل الإصدار دوت كان في طريقة تسمى زيكاس. الطريقة دي تسمى يعني يسموها زيكاس بناء على الفاكتور بتاعتها، زد اي سي مش عارف ايه، حاجه كام فاكتور كده. الحقيقه انا ما استخدمتهاش يعني. المهم ان الطريقه دي طبعا ما بقتش معتمد، يعني الكود الجديد ما بيعترفش بيها اللي هو 2012 ده، ما بيعترفش بيها خلاص وللاسف يعني. طبعا اخواتنا الكبار مهندسينا الكبار كانوا اساتذه في الطريقه دي طبعا يعني. الطريقه دي خلاص ما بقتش تستخدم، وبالتالي وللاسف في ناس لغايه دلوقتي شغالين بيها يعني، بس ما علينا. والمفروض ده غلط بس ما علينا. لو حبينا كده نخش في الموضوع طبعا عشان الوقت. لو خدنا مقدمه كده بسيطه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الزلزال عباره عن اهتزاز طبعا في القشره الارضيه، كلنا عارفين الكلام ده. المفروض الاهتزاز دوت يعني بيتنقل عن للاستراكشر بتاعي اللي هو اي استراكشر موجود على سطح الارض يعني، او موجود على القشره الارضيه. الاهتزاز دوت ممكن يكون سببه حصل نتيجة براكين، مثلا انفجار بركاني. طبعا مصر ما فيهاش براكين الحمد لله. او ممكن يكون يعني يحصل نتيجة حركة لطبقات قشرة ارضية، او بعض الانفجارات الصناعية زي او الزلازل الصناعية اللي بتتولد زي ما الخنازير اليهود ما بيعملوا، ويحطوا مثلا متفجرات على اعماق معينة تنفجر يعني تعمل زلزال صناعي يعني. يعني هم املهم ان هم يسقطوا المسجد الاقصى، وان شاء الله مش هيحصل يعني. المهم ان يعني الاهتزاز دوت المفروض ان احنا ايه ندرسه او ندرس المنشأ بتاعي اللي هو الاهتزاز ده هيأثر عليه طبعا تأثير سلبي، واحنا المفروض كمهندسين ندرس الموضوع ده. طب الزلزال بما ان احنا قلنا ان هو اهتزاز يعني ممكن نمثله بعلاقة بيانية زي اللي قدامنا دي دلوقتي. ثبت بقى السهم. طبعا هو اهتزاز يعني حركة. دي احد قياسات الزلزال، او احد قياسات للزلزال. يعني اقدر امثله بعلاقه بين التايم او الزمن والاكسلريشن، او العجله. طبعا او اقدر امثله علاقه ما بين التايم والديسبيسمنت. زي ما احنا عارفين ان التايم لو كملته مع الازاحه يديني سرعه، ولو كملت الزمن مع السرعه يديني اكسلريشن، والعكس. لو فضلت الاكسلريشن مع الزمن يديني سرعه، ولو فضلتها تاني يديني ديسبيسمنت او ازاحه. دي العلاقه البيانيه بتاعتها. طيب قبل ما اخش على الزلزال او قبل ما اخش على الطرق بتاعتنا بتاعت الكود، لازم نعرف نقط مهمه. النقط دي يعني مهمه في معرفتنا، وبعد كده ان شاء الله انا محتاج ايه من الزلزال، او انا عايز ايه من، او ايه فكره الزلزال، او ايه العوامل المهمه اللي انا محتاجها عشان احلل اي منشأ ضد الزلازل. اول حاجه كان في تجربه زمان كده خدناها في الفيزياء تقريبا، مش فاكر في الثانويه العامه او فين، في اني يعني سنه يعني. المهم ان التجربه دي كانت عباره عن كتله كده مثبته على منبر ليه ستيفنس. الاستراكشر كله مثبت على حائل ما، يعني لو افترض مثلا ترابيزه اي حاجه. انا عايز اعمل علاقه بيانيه ما بين الازاحه والتايم للكتله دي. يعني ايه؟ يعني انا عايز اشد مثلا الكتله دي مسافه او ازاحه ما، واسيبها ترجع تروح مثلا وتيجي، واشوف اقعد بقى ايه، اعمل علاقه ما بين الازاحه بتاعتها من الصفر بتاعي او حاله الثبات لغايه اشوف بقى إيه، يعني ادرس بقى هتفضل راحه جايه ولا ايه، يعني اشوف الديسبيسمنت مع التايم بتاعي ايه. لو عملت علاقه بيانيه بالشكل دوت، المحور الافقي يمثل التايم او الزمن، والمحور الرأسي يمثل الديسبيسمنت او الازاحه. وطبعا الديسبيسمنت او الازاحه بتاعتي موجب سالب، يعني تمثل اتجاه اليمين مثلا او اتجاه شمال، او موجب اكس وسالب اكس. هشد انا الكتله دي بمسافه ما او ازاحه ما، دي هنفترض انها دي نود، ورحت سايبها.
طبعا منطقي اول حاجه ان انا وانا في الحاله الاولى انا ماسكها فمخزن فيها طاقه، الطاقه دي عايزه تفقد. تفقد طبعا اول ما اسيب ايدي او اشيل ايدي، طبعا الكتله دي تهتز اهتزاز حر ليها. هتروح راجعه اول حاجه مكانها، وبالتالي هتبقى العلاقه البيانيه هتبقى ايه، هتبقى عباره عن الديسبيسمنت اقصى ازاحه اللي انا كنت زايحها بايدي. بعد كده رحت ايه، رحت سايبها تفضل تقل 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 مع الزمن. الزمن طبعا بيمر في المحور الافقي لغايه ما تيجي لايه حاله الثبات اللي هي الزيرو اللي هو اللي واقف فيها في النص. طيب جيت بعد كده انا طبعا المفروض ان الكتله دي مش هتقف في مكانها كده، هتروح واخده ازاحه تاني بالناحيه التانيه بالسالب. فهتروح الايه الكتله دي مقلوب او قالبه في المنحنى بتاعي، هتروح الناحيه التانيه بالسالب، يبقى المنحنى بتاعي هيقلب لتحت زي ما احنا شايفين كده، يروح نازل نازل لغايه ما يوصل لاقصى ازاحه بالدي نوت بتاعتي ديت بس بالسالب الناحيه التانيه. طيب هل هي طبعا هتقف كده؟ لا، هترجع تضطر برضه ترجع تاني الوضع الزيرو بتاعها اللي هو تمثل في المنحنى تحت البيك ديت، هتفضل تقل الازاحه دي نود لغايه ما توصل للزيرو بعد مرور تايم برضه ما، وبعد كده تروح ايه راجع مكانها تاني المسافه او الازاحه بتاعتي دي نود. طيب المفروض انها تفضل رايحه جايه كده رايحه جايه الى ما شاء الله. انا عايز ايه من التجربه دي، او انا عملت ليه التجربه دي؟ عشان انا في الاخر عايز حاجه اسمها تي. التي ديت لو لكتله واحده زي الاستراكشر قصادي دلوقتي هتبقى قانونها بيساوي 2 باي جذر الام مع كي. التي ديت هي تعريفها طبعا الام هي الماس والكي هي الاستفنس، والتي دي اسمها الناتشورال بيريود. التي ديت اللي هي الناتشورال بيريود بتاعتي او الزمن الطبيعي او الزمن الدوري، كان تعريفها انا فاكر زمان يعني كان اسمه الزمن كان تعريفها هو الزمن الذي يستغرقه الجسم في عمل دوره كامله. يعني الدوره الكامله اللي هي اللي انا شدته فيها في الاول وبعد كده سبته وراح ورجع تاني لنفس المكان اللي انا كنت شده فيها في الاول، اللي هو تمثل هنا على المنحنى بتاعي او العلاقه البيانيه بتاعتي تمثل اللي هي المسافه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليتين. طبعا المسافه بين القمتين او القاعين المتتاليين هي دي التايم. يعني انا هنا طلع لي تايم مثلا 4 ثانيه، اطرحه من تايم مثلا هنا سي 2 ثانيه، يبقى التي بتاعتي 2 ثانيه، والتي هنا ما دام 2 ثانيه يبقى لازم تبقى فوق هنا كمان 2 ثانيه. طبعا الشكل دوت هيبقى عندي 1 ديجري اوف فريدم او ديجري فريدم 1 درجه الحريه بتاعتي اللي هو حر حركه في الاتجاه اللي هو الاكس. طبعا حر حركه في اتجاه اكس مش معنى ان هو اتحرك مثلا في الاتجاه دوت في اتجاه اليمين مثلا دي تبقى حركه واتجاه الشمال تبقى حركه، لا الاثنين دول حركه سواء موجب او سالب، هو يعتبر حركه واحده حر حركه في اتجاه واحد. يبقى 1 ديجري اوف فريدم. 1 مود شيب يعني الشكل المودي او الشكل النمطي، يعني اللي هو الشكل اللي احنا ايه كنا شادينه فيه في الاول ده اسمه مود شيب او الشكل النمطي. ده في حاله لو كتله واحده الحقيقه. طب لو اكتر من كتله، عندي بقى كتله هنا فوقيها وكتله فوقيها وعندي اكتر من ممبر فوق بعض كده ليه كي او ليه ستيفنس، يبقى ساعتها التي بتاعتي هتبقى معقده شويه او هتخش بقى فيها ايه سوفت وير، يعني محتاج برامج احلها بيها انها تبقى عباره عن ماتريكس. طبعا هيبقى عندي بناء على عدد الكتل، يعني عدد كل تي عندي او هيبقى عندي اكتر من تي بناء على عدد الكتل اللي عندي. في الحاله دي طبعا يبقى عندي مالتي مود شيب بناء على عدد الكتل زي ما قلنا، ومالتي ديجري فريدم بناء على عدد الكتل اللي عندنا. طيب انت عايز ايه من الموضوع ده؟ يعني انت شرحت القصه دي او انت ليه فكرتنا بحاجه مثلا قديمه خدناها في ثانويه عامه؟ هحتاجها في ايه او هي انديكيشن لايه؟ طيب هحتاجها في ايه دي ممكن يعني هذكرها ان شاء الله يعني قدام شويه لما اخش بقى في الريسبونس سبيكترم. هي انديكيشن لايه؟ هي الحقيقه انديكيشن للريجيديتي بتاعه المبنى. يعني ايه ريجيديتي؟ يعني جساءه. من خلال الخبرات الحياتيه او الخبرات العمليه وصلوا لقيم للتي، يعني كده قيم تقريبيه يعني او قيم توضيحيه اقدر منها اوصل او اقول الاستراكشر ده بتاعي مثلا ايه، انا اصنفه ده ريجيد ده فليكسبل ده سيمي ريجيد او نورمال. فلقوا ان او قالوا او حطوا ليميت او كده او شرايح ان التي ديت لو اقل من 0.05 ثانيه يبقى الاستراكشر بتاعي فيري ريجيد ستراكشر. يعني ايه تي اقل من 0.2 ثانيه؟ يعني الزمن اللي استغرقه الكتله ديت استغرقته عشان يروح ويجي او يروح في ازاحته زاحه 5 سم او ايا كانت الازاحه بتاعتي، وقبل بقى اما راح ناحيه الشمال 5 سم ورجع تاني في نفس المكان بسرعه كده جدا، ما خدش وقت. انا ما قدرتش الاحظ او ما شفتهاش من سرعه الكتله في انها خدت ال 5 سم دي او الازاحه دي يمين وشمال بسرعه.
فانا ساعتها لو كانت اقل من 5 او 0.05 ثانيه يبقى ساعتها الاستراكشر ريجيد، يعني عندي الاستفنس دي عاليه جدا اللي هو المقام عندي هنا، فبقت التي دي ايه، التي الاستفنس عاليه يبقى يعني الاستراكشر فيري ريجيد. طيب لو كانت التي ديت ما بين 0.05 ل 0.03 يبقى ساعتها الاستراكشر بتاعي ريجيد ستراكشر. لو كان التي بتاعتي كانت ما بين 0.3 ثانيه لغايه 1 ثانيه يبقى ساعتها نورمال ستراكشر. لو كانت التي ما يعني عدت بقى وصلت لغايه الاربعه يبقى ساعتها الاستراكشر بتاعي ايه، فليكسبل ستراكشر. ودي الحاله الحقيقه اللي بتبقى غالبا موجوده في الخزانات. الخزان غالبا كتلته كلها متركزه فوق، فبيحصل ايه لما يجي زلزال او حاجه، او هو نتيجه الفري فايبريشن بتاعته. ده بالمناسبه اسمه فري فايبريشن ان دامبنج. في حاجه اسمها دامبنج هنتكلم عنها دلوقتي. التي لما بتوصل ل4 يبقى ده في حاله الخزانات غالبا. طبعا الخزان بيبقى كتلته فوق متركزه، بيبقى لما تيجي يهتز اهتزاز حر الكتله دي بقى بتاخد وقت طويل قبل ما تروح وتيجي تاخد دوره كامله ليها، اللي هي زي ما قلنا ايه، المسافه او الزمن اللي تستغرقه الكتله او الجسم في عمل دوره كامله. غالبا بيكون في الخزانات الموضوع الاربعه دوت لما يوصل يبقى فليكسبل ستراكشر. طيب واحد يقول لي طب انت زحت الكتله ديت مسافه 5 سم او ايا كانت المسافه. لو وكانت التي بتاعتي وصل ساعه ما انا قست التي مثلا او شفت التي نتيجه ازاحه 5 سم كانت مثلا ثانيه. طيب لو افترضت ان انا هزحها بقى ازاحه الدي نود اللي احنا كنا اتكلمنا عنها دي، زحناها 10 سم مش زحناها 5 سم، هل ساعتها الاستراكشر بتاعي او الجسم بتاعي دوت او الكتله بتاعتي هتاخد نفس الزمن في انها تروح وتيجي، ولا تاخد ضعف الزمن اللي هو كان الاولاني الواحد ثانيه هيبقى 2 ثانيه بقى في الحاله دي؟ هقول له لا، هي هتاخد نفس الزمن برضو. التي اللي هو الاولاني بتاع الواحد ثانيه اللي هو بتاع المسافه ال 5 سم. كل ما في الموضوع ان هو الكتله بتاعتي بدل ما هتاخد سرعه ما عشان ترجع لوضعها الطبيعي، لا السرعه بتاعتها هتزيد. يعني انا لما شديت 5 سم وهي راحت ورجعت تاني مكانها الطبيعي في زمن ثانيه، لما شديت 10 سم هتاخد نفس الزمن. كل ما في الموضوع ان الكتله بتاعتي هتروح وترجع بسرعه اكتر من الاول، بحيث انها تحقق لي نفس الزمن الاولاني او نفس التي بتاعتي اللي انا جبتها اللي هي ناتشورال بيريود. وده واضح من المعادله او من القانون بتاع التي ان هو بيساوي 2 باي جذر جذر الام على كي. الام الماس والكي الستيفنس، مفيش اي دي معايا، مفيش ديسبيسمنت معايا داخله في تاثير التي، وبالتالي مش هتفرق معايا خالص. واحد تاني يقول لي طب انت لو شديت الكتله دي لما شدها 5 سم وتسيبها، هل لما تيجي ترجع انت بتقول هترجع 5 سم بناء على المنحنى اللي انت رسمه اللي هو العلاقه البينيه، قايل لي ان هو هيجي هنا دي نود 5 مثلا سم، نزل تحت برده 5 سم، طلع فوق نفس ال 5 سم، فضل بقى شغال 5 سم 5 سم، هو كده مش هيقف، يعني مش معقول ان هو مش هيقف يفضل شغال كده على طول. او فهقول له لا صح كلامك مظبوط، هو اللي هيحصل ان انا لو شديته مثلا 5 سم اللي بتكلم عنهم كمثال، لما هيجي يروح الناحيه الثانيه مش هيروح 5 سم، هيروح 4 سم و8 مثلا. هيروح راجع الناحيه الثانيه مثلا 4 سم و6، دي ال يعني في المنحنى يجي هنا 5 سم وينزل تحت 4 8، وبعد كده يطلع فوق مثلا 4 و6، ويقعد يقل لغايه ما يحل خالص او ويوصل لحاله الثبات اللي هو يقف فيها الاستراكشر اللي هو حاله الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب ليه ده؟ يعني ايه بيحصل سببه دوت، او ده بيكون سببه ايه؟ ده بيكون سببه ان في حاجه اسمها الدامبنج. انا دامبنج او اضمحلال، انا الحقيقه اتعمدت ما اذكروش لانه لو دخلت فيه الحقيقه يعني هيبقى قدامنا وقت طويل قبل ما نخرج بقى ونخش موضوعنا الاساسي اللي هو الريسبونس سبيكترم والتايم هيستوري. الدامبنج طبعا يعني التي بتاعته بتختلف، القوانين بتاعته بتختلف. هنضطر نخش بقى في الدامبنج ان هو طرق قياس الدامبنج، لان الدامبنج ما بيتحسبش، يعني مش حاجه كده ليها قوانين بس بحسبها، لا ده هو بيتقاس قياسات طبيعيه، وكل استراكشر ليه دامبنج. الدامبنج ده ممكن اقوله كده سريعا على اسبابه. يعني اسباب الدامبنج الانترنال او المقاومه الداخليه للعناصر الانشائيه بتاعتي، مثلا لو انا استراكشر فيه اعمده وكمر والكلام ده، العناصر الانشائيه دي ليها مقاومه بتعمل لي دامبنج. الماتيريال نفسها اللي هي بتاعت المواد المستخدمه في المنشأ ليها دامبنج. الوصلات بتاعت المنشأ ليها دامبنج.
المقاومة الجسم او مقاومة الاحتكاك او الوسط المحيط للاستراكشر بتاعي برضو بتعملي دامبنج. يعني ايه واسبابه انا مش هاخد فيها يعني. المهم ان الحالة دي اللي احنا ذاكرينها دلوقتي قدامنا دي تسمى الفري فايبريشن اللي هي اندامبد او ما خدش فيها تأثير الدامبنج. في حاله تانية برضو اسمها فري فايبريشن بس دامبنج او دامبد اللي انا خدت فيها تاثير. يعني هي بس عامه ايه طبعا يعني هي بتدور حوالين نفس الموضوع يعني او نفس الفكره ان انا محتاج فيها تي، وزي ما نشوف كمان شويه احنا محتاج ان في التي او هنحتاجها فيه. طيب لو حبيت ابتدي بنظريه كده ديناميكيه او نظريه هندسيه، لو انا عايز احلل الزلزال او عايز انا افكر كده ابتدي احلل الزلزال، ايه اللي محتاجه او ايه اللي انا ممكن افكر فيه عشان احلل الزلزال وابتدي ببدايه سليمه رياضيه سليمه او هندسيه سليمه. خدنا برضو زمان معلش زمان معلقه معايا شويه في برضو في تقريبا في الديناميكا في ثانويه عامه خدنا شكل زي ده كده. قال لك ده كتله ما ليها كتله ماس ام يعني متثبته مثلا على سبرينج ما او كان ساعتها اسمه زنبرك على ما اذكر يعني. المهم متثبته او مربوطه مثلا في سبرينج ما ليه ستيفنس كي. الاستراكشر كله ليه دامبنج رمز له برمز سي. وكل والاستراكشر متثبت على حائل او حيطه او ايا كان ايه يعني الشكل يعني. المهم ده سبورت ليها. عرضت انا الكتله ديت لفورس خارجيه بين قوسين تي بين قوسين في تي يعني او فانكشن في تي يعني داله في الزمن يعني دايناميك فورس مش ستاتيك فورس. ساعتها القانون بتاعي او العلاقه اللي هتمثل الاستراكشر ده هي ام في يو دبل دوت زائد السي في اليو دوت زائد الكي في اليو بيساوي الاف بين قوسين فانكشن في تي او داله في الزمن يعني فورس دايناميك يعني. لو حبيتها طبعا الام احنا عارفين الام الماس والكي الستيفنس والسي الدامبنج فاكتور واليو دبل دوت الاكسلريشن واللي انا لو فضلتها مع الزمن احصل على الفيلوسيتي ولو فضلت الفيلوسيتي مع الزمن احصل على الديسبيسمنت واليو جي دي انا سميتها هنا اوبستراكشن ديسبيسمنت وان شاء الله يعني هنعرف ايه الاوبستراكشن كمان شويه يعني. طيب انا عايز ادرس ايه؟ عايز ادرس زلزال او انا ايه انا عايز اقرب الموضوع للزلزال. طيب هل الزلزال بيبقى نتيجه فرص خارجيه؟ يعني انا مثلا مبنى قدام مبنى كده موجود في منطقه ما الزلزال بيحصل نتيجه مثلا او واحد كده بيجيب سكينه لودر مثلا ولا ونش ويقعد يخبط في قمه المبنى او اعلى المبنى بسكينه. لا طبعا الزلزال مش كده. الزلزال زي ما قلنا هو اهتزاز من شويه لما عرفناه في تعريف كده بسيط. هو بيحصل اهتزاز في الاستراكشر بتاعي او بيحصل اهتزاز للارض وبالتالي الاستراكشر بتاعي بيهتز اهتزاز بناء على الاهتزاز دوت. طيب يعني معنى كده ان انا ايه ما عنديش فرصه خارجيه. طب انا هشيل الفرصه الخارجيه اشيل الفرصه الخارجيه بتاعتي وهعوض عنها بايه يعني باكسلريشن او هعوض عنها بازاحه او اهتزاز للحائل بتاعي. طيب معلش لو حبيت اعرف كل ترم من الترمات اللي فوق ديت الترم الاولاني اللي هو ام في اليو دبل دوت دوت اللي هو الانيرشيا فورس. السي في اليو دوت اللي هو دامبنج فورس. الكي في اليو اللي هو ستيفنس فورس. طبعا لازما ما دام في فورس خارجيه لازما يبقى الترم ده بيساوي فورس وفورس عشان مجموعهم يساوي الفورس الخارجيه. الانيرشيا فورس اللي هي اول فورس تعادل حركه للكتله بتاعتي. يعني انا حركت الكتله دي يعني اثرت عليها بفورس اكيد منطقي انها تتحرك. ده شيء منطقي. الحركه اللي هتحصل للكتله دي هي الفورس اللي حصلت فيها وبالتالي هي اول فورس تعادل حركه اللي هي الام في اليو دبل دوت. طيب الكي طبعا الكي في اليو اللي هو الستيفنس فورس اللي هو مقاومه المنشا نفسه او العناصر الانشائيه الموجوده طبعا في المنشا ليها مقاومه او ليها فورس طبعا بتقاوم فيها الفورس الخارجيه. السي طبعا في اليو دوت اللي هو الدامبنج اللي هو طبعا زي ما قلنا اللي هي ايه المحلال او المقاومه برضو العناصر الانشائيه بتاعتي اللي هو او المقاومه اللي هتحصل نتيجه الدامبنج بتاع الاستراكشر بتاعي اللي قلنا اسبابه من شويه. زي ما قلنا ان الزلزال طبعا نرجع بقى لايه النقطه الاولانيه اللي زي ما قلنا الزلزال ما بيجيش فرصه خارجيه. انا هشيل الفرصه الخارجيه وهعوض عنها بان انا ههز الحائل بتاعي او السبورت بتاعي اللي مثبت عليه الاستراكشر بتاعي. طبعا بديهي او منطقي ان انا لما اهز الحائل دوت او السبورت دوت طبعا الكتله هتهتز اهتزاز بناء على الاهتزاز الحائل اللي انا هزيته اللي هو سي مثلا يعني 5 سم او ايا كانت المسافه هزيتها راحت الكتله دي اهتزت بناء على الاهتزاز دوت. ساعتها صوره المعادله ممكن تتحول او نقدر نحولها لايه الفورس الاف تي دي هتبقى تساوي صفر.
الام في اليو الترم طبعا الترمين دول مش هيحصل لهم حاجه، اللي هو بتاع الكي والسي والدامبنج. كل ما في الموضوع ان في اليو دي هتبقى 2 يو، هتبقى اكسلريشن للكتله وفي اكسلريشن للحائل بتاعي اللي انا المفروض ان انا هزيته بيه. طبعا زي ما اتفقنا ان هي الديسبيسمنت هي اكسلريشن، والاكسلريشن هي ديسبيسمنت بالتفاضل او التكامل، احصل على كل واحده منهم. في الحاله ديت لو يعني لو حبيت افك القوس دوت او الترم دوت، لو فكيته طبعا معلش انا هضطر اخد الايه السالب ام دوت او الام في جي. لما هفك القوس دوت هيبقى في ام في جي دبل دوت او ام في اليو جي دبل دوت والام في اليو دبل دوت. هاخد الام في اليو دبل دوت الجي دوت هاخده الناحيه الثانيه هيبقى بالسالب طبعا. طبعا زي ما احنا قلنا من شويه ان نتيجه الكتله دي اتحركت، فاكيد حصل لها يعني نتيجه انها اتحركت فاكيد في فرصه اتاثرت بيها. طب الفرصه دي اتاثرت بيها ليه؟ هل انا عندي فرصه خارجيه حصلت زي ما قلنا من شويه اللي هي الاف اف تي دي؟ لا مفيش، ما في الفرصه دي بزيرو خلاص. الكتله دي اتحركت بناء عن ايه؟ عن الاهتزاز الحائل بتاعي او السبورت بتاعي اللي انا مثبت عليه الاستراكشر، يبقى اتولد فيه فرصه. بس الفرصه دي مش فرصه خارجيه، لا دي فرصه داخليه، ودي واضح من المعادله ان هنا سالب ام في اليو دبل دوت جي، يعني دي انترنال فورس مش اكسترنال فورس، او قوه داخليه مش قوه خارجيه، اتولدت او اتخلقت بسبب ان انا هزيت الحائل بتاعي. طيب دي معلومه مهمه جدا لازم نعرفها عن الزلزال، او يعني لو ربطناه بالزلزال، الموضوع ده ربطناه بالزلزال، ان الزلزال او الاهتزاز بتاعي اللي هيحصل او الفرصه اللي هتتولد نتيجه الزلزال مش فرصه خارجيه، مش زي الويند مثلا. انا لما باجي بدرس الويند بتاعي مثلا في الساب مثلا او حاجه، بقول انا بفرض ان الواجهه بتاعتي مثلا بتعرض لحمل بوينت 2 مثلا او 2 طن بوينت 200 كيلو جرام مثلا على المتر المسطح في الواجهه الاماميه او الواجهه الجانبيه، واركز بقى القوه، وطبعا واضرب شويه فاكتورات بناء على ارتفاع المبنى، واقول والله انا خلاص انا عندي فرصه كذا، واصمم بقى المبنى بتاعي ضد حمل الويند. طب ده ساعتها هيبقى في الحاله دي فرصه خارجيه. لكن هنا مفيش فرصه خارجيه، او الزلزال او الاهتزاز بتاعي اللي هيولد لي اكسلريشن على الكتله بتاعتي ديت اللي على اساسها هتتحرك، مش فرصه خارجيه، دي فرصه داخليه وهي بالسالب، عشان بالسالب مع الموجب هيتغيروا بعض، يبقى في الاخر ايه الاستراكشر متزن يعني. طيب يعني لو حبينا نقرب الموضوع دوت ببساطه شديده، لو تخيلنا ان احنا قلبنا الاستراكشر دوت كده خليناه راسي، ده يمثل ايه في الطبيعه عندنا؟ ده يمثل خزان مثلا، خزان علوي زي ما قلنا في المثال الاولاني، متثبت مثلا على كام عمود ليه ستيفنس ما، والاستراكشر بتاعي ليه دامنج او زي ما قلنا برضو اسبابه. الاستراكشر ده لو جيت عرضته يعني لو عرضت طبعا المفروض الخزان ده مثلا انا اعمل له قاعده مثلا فيكسد في التربه، مجرد ان انا اهز الاستراكشر او اعرض هيحصل اهتزاز في الارض الاستراكشر ده متثبت عليها او موجود فيها، هيتولد على طول اكسلريشن او هيتولد على طول ديسبيسمنت فوق في الكتله بتاعتي. هيتولد ديسبيسمنت طبعا ديبند او تعتمد على الايه، على الازاحه اللي حصلت تحت او الاكسلريشن اللي حصلت في الارض نتيجه الزلزال. يعني اليو جي هنا هسميها بقى ايه جراوند موشن، مش هسميها اوبستراكشن زي اللي فاتت، هسميها جراوند موشن او جراوند اكسلريشن. زي ما اتفقنا الاكسلريشن انا هنا هسميها زي الديسبيسمنت الاثنين واحد يعني عندي بالتفاضل او التكامل زي ما اتفقنا. فبمجرد لو انا عايز احلل الزلزال اللي انا محتاجه حاجه واحده بسيطه خالص، ان انا اقدر احصل طبعا بمعلومات باقي العناصر بتاعتي اللي هو الكي والام والسي اللي هي بتاعت المبنى. كل اللي انا محتاجه ان انا احصل على الديسبيسمنت او الجراوند بتاعت الجراوند اكسلريشن او العجله الارضيه، اللي منها اقدر اجيب الجراوند ديسبيسمنت عفوا الماس ديسبيسمنت او الماس او الماس اكسلريشن او العجله اللي هتتولد في الكتله ديت، اللي عليها هتتحرك هيحصل لها ازاحه، ولما يحصل لها ازاحه طبعا هيتولد عليها فورسز زياده اللي هو مومنت والشير والنورمال او الحاجات اللي احنا هندرسها في الفايل السابق او اللي احنا محتاجينها عشان نصمم المبنى بتاعنا كمنشأ امن ضد الزلزال. طيب يعني هي القصه كلها في يعني بتتمحور حوالين ان انا اقدر احصل على الايه، على العجله الارضيه بتاعتي، ومنها خلاص اقدر اوصل لباقي الايه، لباقي البارامتر اللي انا عايزها.
طيب دي بس اول يعني دي نقطتين مهمين الحقيقه كنت عايز اتكلم فيهم او عايز اذكرهم كده سريعا، لان من غيرهم حقيقه يعني احنا جوه مش يعني شويه العمليه هتبقى متلخبطه مش فاهمين الدنيا فيها ايه. دول الاساس اللي انا اقدر اخش بيه ايه وانا بقلبي جامد يعني واقدر افهم بعد كده المواضيع اللي جايه هتبقى عامله ازاي. طيب لو دخلنا بقى في الموضوع الاساسي بتاعنا اللي هو ايه ريسبونس سبيكترم والتايم هيستوري اللي هو الاثنين يعني الطريقتين اللي بيعتمدوا من الكود زي ما احنا قلنا. خلاص مبقاش فيه حاجه اسمها زيكس خلاص. اول طريقه اللي هي ريسبونس سبيكترم اللي هو طيف التجاوب دوت طبعا دي الاشهر في الاستخدام. والكود مركز فيها اول حقيقه. التايم هيستوري يعني مش مستخدمه عندنا في مصر قوي وحتى الكود ما ذكرهاش يعني بكلمتين كده بساط اتكلم عنهم فيهم. وملهاش يعني ملهاش عندنا اهميه قوي في مصر لان هي دي بتستخدم مثلا في دول زي اليابان او تركيا الحتت اللي هي ايه اللي هي مهتمه بالزلزال او اللي هم عايشين في وسط الزلزال يعني، فدي ليها حقيقه اهميه عندهم لكن مش عندنا ملهاش اهميه قوي. طيب لو حبينا نعرف الزلزال عفوا الريسبونس سبيكترم هو مش يختلف عن الزلزال حاجه. طبعا هيبقى برضو علاقه ما بين التايم والاكسلريشن. بس الحقيقه يعني يعني هي علاقه بالتايم والاكسلريشن بس بيخش فيها شويه فاكتور بتاثر في العلاقه دي شويه فاكتور زي مثلا نوع التربه زي المنطقه الزلزاليه بتاعتي نوع الاستراكشر بتاعي درجة أهمية المنشأ يعني المنشأ دوت سكني إداري منشأة نووية زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله. من العلاقة دي اللي هي بتشير للجراوند اكسلريشن أو العجلة الأرضية اللي أنا قلت عليها من شوية اللي أنا كل اللي أنا محتاجه إن أنا أعرف الحاجة اسمها العجلة الأرضية. من خلال العلاقه دي اللي انا بتمثل العلاقه الارضيه اقدر بقى ادرس المبنى بتاعي واعرف الديسبيسمنت اللي هتحصل عليه او المومنت اللي هيحصل عليه وابتدي بقى اصمم المبنى بتاعي ضد الزلزال او احمال الزلازل. ده الشكل العام للريسبونس سبيكترم كيرف او منحنى طيف التجاوب. عباره عن محور طبعا الافقي يمثل التايم والمحور الرأسي يمثل ايه الاكسلريشن وهو هنا سماها اس ما سماهاش ايه سماها اس ودي وهنعرف ليه دي لما نخش ان شاء الله. وبين قوسين طبعا فانكشن في التي او الداله في الزمن. المحور الافقي يمثل ازمنه ثابته تي بي وتي سي وتي دي ودي ازمنه ثابته هنعرف بنجيبها منين ان شاء الله. وبينتهي عند زمن 4 ثانيه واحنا قلنا في الاول موضوع التايم دوت ونسيبها لكم دي ان شاء الله لما نخش الساب ونشوف المثال بتاعنا نفكروا فيه يعني ليه انتهى بالكيرف بتاعي عند 4 ثانيه ما عداش يعني. نسيبها لكم ان شاء الله دي لما نوصل للساب. طيب خلاص انا كل ما في الموضوع ان انا عايز الريسبونس دوت او هو خلاص المفتاح بتاعي هو ريسبونس سبيكترم خلاص انا ارسم ريسبونس سبيكترم هي ما دام هو الموضوع في الريسبونس سبيكترم اللي انا ارسمه خلاص ارسمه. طبعا لما عشان ارسمه لازم يكون لي معادلات اكيد يعني. معادلاته طبعا الريسبونس سبيكترم ليه بما انه اربع زونز من الصفر للتي بي وقلنا التي بي والتي سي والتي دي ازمنه ثابته هجيبها من منطقه معينه او من جدول معين. طبعا هو متقسم هنا 4 زون بناء على القيم دي من صفر للتي بي والتي بي للتي سي والتي سي للتي دي والتي دي ل4 ثانيه. اكيد طبعا المعادلات اللي انا هرسمها بيها هيبقى اربع معادلات برضو اللي هم من الصفر للتي بي والتي بي للتي سي والتي سي للتي دي والتي دي ل4 ثانيه. وهي طبعا المعادله هتبقى عباره عن اكسلريشن اللي انا عايز ارسمها بيها اعوض بزمن ما يديني اكسلريشن اروح راسمها في الكيرف. طبعا هو هنا مكتوب هوريزونتال كيرف طبعا زي ما احنا عارفين ان في الزلزال لو جه مايل على المنشأ على ال3 مستويات بيديني مركبه في الاكس وفي الواي وفي الزد فبالتالي لازم يبقى في معادلات لارسم بيها الهوريزونتال كيرف اللي هو في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي معادلات للفيرتيكال كيرف اللي هو اتجاه رأسي اللي هو الزد وبرضه هيبقوا نفس المعادلات برضه هيبقوا 4 مش نفس المعادلات اللي قصدي بيها البارامتر او القيم اللي جوه ديت لا انا بتكلم قصدي بيها 4 معادلات زي الهوريزونتال بالظبط لان هو شكل عامل الريسبونس واحد اللي هو اللي فات. لو تلاحظوا ان هي عباره عن اس دي اللي هو المحور الرأسي بتاعي اللي هو الطرف الاولاني دوت. الطرف الثاني يمثل طبعا دي اكسلريشن وقلنا دي هنقولها ليه كمان شويه دي وفانكشن في التايم ده في الزمن. طبعا اكسلريشن المفروض الناحيه الثانيه بتساوي ايه اكسلريشن فالحقيقه الوحيد الرمز الوحيد اللي هنا اللي يمثل اكسلريشن في المعادله هو الاي جي اللي هي الجراوند اكسلريشن او العجله التصميميه بتاعتي او العجله الارضيه بتاعتي. ويمثلها هنا في الفيرتيكال برضو اي في جي اللي هي برضو عجله ارضيه بس المركبه الرئيسيه بقى للزلزال
بس عشان كده رمز لها بالفي. طبعا القيمه دي غير القيمه دي، الاثنين كل واحده فيهم بتتجاب من مكان غير الثاني. الجاما دي الاي دي اللي هي معامل الاهميه. انا بس يعني الحاجات دي هنعرف طبعا بعد شويه احنا بنجيبه منين وهنجيبه ازاي، بس انا بس بالاحداث بس عشان ايه يعني تبقى ثابته في ذهننا واحنا ماشيين، يبقى خلاص احنا ايه عارفين الجاما اي دي كانت فين والاي جي دي كانت فين والكلام ده كله، يبقى يعني نفتكرها واحنا ماشيين يعني. طيب زي ما قلنا الاي جي دي العجله، وتمثلها هنا عجله برضو بس راسيه، مركبه راسيه. والقيمه والمعامل الوحيد اللي هو العجله هو الاي في جي ديت، وبالتالي اي قيمه تانية او اي رمز تاني من الرموز اللي احنا شايفينها دي يمثل فاكتور، لان في الاخر فاكتور في عجله هتساوي عجله. الفاكتور دايمنشن الاسم دول وحدات. زي ما قلنا الجاما ده اي دي ده جاما اللي هو فاكتور امبورتنت فاكتور او معامل الاهميه، ويمثله برده هنا نفس الفاكتور ما بيتغيرش، اللي هنا هو اللي هنا. الاس ده اسمه السويل فاكتور او معامل التربه، هنعرف بيجاب منين. التي بي والتي ديت او التي بي والتي سي والتي دي قلنا دي ازمنه ثابته هنجيبهم، وهي يعني هنجيبهم للكيرف بتاعنا من جدول برضو. التي دي الزمن انا بعوض عنده. طبعا هتقولي ده زمن وده زمن، هقول لك ما هو زمن على زمن من دون وحدات، الوحدات طارت مع بعضها في الاخر هيبقى ايه، هيبقى فاكتور او قيمه من غير وحدات. الايتا ده حاجه اسمها كوريكشن دامينج فاكتور او معامل الاضمحلال التصحيحي، وبرضه هنعرف نجاب منين. وهو مقابل ليه هنا ايتا برضه بس في، طبعا ده معامل تاني بيجاب من مكان تاني. الار اللي هو الريدكشن فاكتور او معامل تخفيض يعني، وهو الفاكتور الوحيد اللي في المقام، وعشان كده اسمه ريدكشن فاكتور عشان بيخفض اكيد لانه في المقام بيقلل يعني الاكسلريشن بتاعتي، وهنعرف برضه كمان شويه هو ليه بيقلل الاكسلريشن. طيب دي الحقيقه الفاكتورات هنعرف بعد شويه يعني، هنعرف كمان دلوقتي احنا هنجيبها ازاي من خلال معلوميه كل القيم دي اللي انا هجيبها. بعوض عن الزمن بتاعي عند اي نقطه ما في الكيرف يجيب لي الاكسلريشن، يبقى انا رسمت الكيرف. طيب الكلام ده طبعا عرفناه مش محتاجين نتكلم فيه تاني. الفاكتور بقى ايه يعني، هنا 4 فاكتور كده او 4 قيم هنجيبهم مره واحده، اللي هو السويل فاكتور اللي احنا قلنا عليه، والثلاثه ازمنه ثابته اللي قلنا التي بي والتي سي والتي دي، دول هنجيبهم من مكان واحد. الاستشاري التربه عمل تقرير بتاع التربه بتاعه، عمل تجاربه على السويل، وقدر يجيب البيرنج كاباسيتي والخواص بقى الايه التربه بتاعتي الفاي والجاما والكلام اللي احنا عارفينه كلنا. جه في الاخر عمل تجربه كده، هو طبعا ايه يعني استشاري محترم، عمل تجربه قاس بيها ووصل بيها لحاجه اسمها شير ويف فيلوسيتي. الشير ويف فيلوسيتي ديت في السويل طبعا اللي هي سرعه موجات القصف في التربه. قدر منها يعرف او يخش منها بجدول في الكود بتاعنا، يوصل بيها يقول لك والله الشير ويف فيلوسيتي دي بتاعتك بتساوي كذا، يبقى في الجدول تصنيف التربه بتاعي مثلا سي A او B او C او D. تصنيف التربه ده تصنيف مجرد تصنيف للزلزال اللي هو زي ما احنا شايفين في الجدول اللي قصادنا ده. لما بيديك التصنيف دوت بناء عن دراستك انت للزلزال عشان تحلل الزلزال، لما بتخش بالتصنيف اللي هو قاله لك B او C او A او B او C او D او E، تخش بيها توصل تاخد الايه الاس فاكتور اللي هو السويل فاكتور بتاعك اللي هو الاس دوت، وتاخد الازمنه الثابته بتاعتك. لو انت مثلا قال لك السويل بتاعتك نوعها سي، الكلاسيفيكيشن او تصنيفها سي، يبقى الاس بتاعتك ب1.5، التي بي ب1.1، التي سي ب0.25، التي دي بقت ايه ب1.2. طبعا دي حاجه بسيطه خالص يعني فاكتور او قيم بسيطه وجدول سهل يعني. ايه موضوع تايب 2 دوت؟ تايب 2 في تايب 1، انا بس حطيت جدول تايب 2 بس يعني احنا مجرد نعرف تايب 1 ده بتاع ايه وخلاص، والعمليه سهله يعني. الحقيقه الكود قسم لك الريسبونس سبيكترم لاثنين تايب. تايب هيبقى لاي منطقه في جمهوريه مصر العربيه اللي هو تايب 1. تايب 2 التايب 1 اللي هو اي منطقه داخل موجوده في جمهوريه مصر العربيه ما عدا المناطق المطله على ساحل البحر المتوسط اللي هو الساحل الشمالي يعني. تايب 2 طبعا العكس، هيبقى اللي هو المناطق المطله على ساحل البحر المتوسط اللي هو الساحل الشمالي. طيب المناطق دي موجوده فين، حدودها فين يعني؟ هو قال لك في حدود 40 كيلو متر من ايه من الساحل يعني، خط كده ايه او شريط موازي للساحل بتاعك الشمالي، مسافته او عرضه ايه، عرضه 40 كيلو متر. لو كان الاستراكشر بتاعك في الشريط دوت اللي هو عرضه 40 كيلو متر، خلاص يبقى انت تصممه على تايب 2 او تاخد معاملاتك اللي هي الايه الاس والتي بي والتي سي والتي دي عشان ترسم الكيرف بتاعك، تاخدها من تايب 2.
تايب 1 هيبقى ايه، هيبقى طبعا ايه لاي منطقه داخل جمهوريه مصر العربيه. وقال لك لو انت المنحنى بتاعك هيبقى تايب 2، يعني المبنى بتاعك في اللي هو الشريط اللي هو اللي بيطلع ساحل البحر المتوسط دوت، تدرسه برضه تعتبره مره كمان ان هو تايب 1، وتدرسه في الحالتين وتاخد الايه الورست كيس، او تاخد الحل الاسوء، او شوف اللي ايه اللي هيديك ديزاين امن يعني فيهم. طيب ده الاربع فاكتوريات ما شاء الله بسرعه كده ايه، او يعني حاجه سريعه يعني. طيب الامبورتنت فاكتور او الجاما اي دي اللي احنا قلنا عليه، ده من اسمه بيرجع لاهميه المنشأ او درجه اهميه المنشأ. جدول كده بسيط خالص ما فيش غيره. يقول لك مجموعه الاهميه 1 و2 و3 و4، اربع مجموعه. المنشآت بتاعتك، المجموعه الاولى مثلا المنشآت التي تعمل بكفاءه زي المستشفيات ومش عارف واقسام الشرطه، الفاكتور ساعتها ب1 و4. المجموعه الثانيه مش عارف برضو مراكز ثقافيه وخزانات ب1 و2، وهكذا. بقى تشوف انت المبنى بتاعك موجود في انهي مجموعه من دول وتاخد الفاكتور بتاعها. ولو تلاحظوا الجاما امبورتنت دوت او المعامل الاهميه 1 و4 موجود فوق في المعادلات في البسط. لو يعني عايزكم برضو تبقوا ايه رابطين معايا الاحداث، ان انا عندي الفاكتورات كلها في البسط ما عدا الريدكشن فاكتور. كل الفاكتورات اللي فوق دي بتزود الاكسلريشن مش بتنقصها، الفاكتور ده الوحيد اللي هو بينقص الاكسلريشن. فطبعا الجاما اي ده هيبقى ايه، هيبقى طبعا بيزود عشان موجود في البسط. طيب الاي جي والاي في جي اللي هي الجراوند اكسلريشن، زي ما قلنا احنا خالص في الفكره الاولانيه، النقطه المهمه اللي قلنا فيها اللي هو التي، وبعديها قلنا ايه فكره الزلزال، ان انا احصل على اكسلريشن او احصل على ازاحه ارضيه، منها اجيب بقى اقدر ادرس المبنى بتاعي واجيب المومنت او الفورس او اجيب الازاحه اللي هيتعرض لها هو المبنى بناء على الازاحه ديت. هو ده الجدول اللي بجيب منه الاكسلريشن الارضيه بتاعتي. طبعا هو جدول بسيط بيقول لك المنطقه الاولى الثانيه الثالثه مش عارف لغايه 5 ب، مديك 5 الف و5 ب، وقيمه الايه وقيمه العجله الارضيه بتاعتي اللي هي الاي جي اللي قلنا هتبقى طبعا متر على الثانيه سكوير طبعا. ولو تلاحظوا نلاقيها ايه مديها لك 0.1 جي، يعني 10% من الجي للمنطقه الاولى، 12.5% للمنطقه الثالثه، لغايه ما توصل للمنطقه الخامسه اللي هو 30% من الجي. يعني ايه الجي طبعا هي 9.8 من 10 او 89% متر على الثانيه تربيع. يعني المفروض ديت وحدتها متر على الثانيه تربيع، نسبه من عجله الجاذبيه يعني. طيب انا اعرف ازاي المبنى بتاعي في المنطقه الاولى ولا المنطقه الثانيه، انا اللي انا هصممه يعني هي في منطقه اولى ولا في منطقه ثانيه، اعرف منين؟ هنعرف كمان شويه يعني في جدول نجيبه منين او خريطه. المهم الاي في جي دوت بيجاب من جدول برضو بيعتمد على تايب 2 او تايب 1 الريسبونس بتاعنا اللي هو تايب المبنى بتاعك موجود فين يعني، ومن خلاله تعرف اذا كان تايب 2 ولا تايب 1. الاي في جي هنا ما ادهالكش مباشره، ادهالك بنسبه، يعني ادالك الاي في جي على الاي جي بيساوي 90% للتايب 2. يعني الاي في جي لو انت مثلا المبنى بتاعك مثلا منطقه ثانيه او منطقه ثالثه، خلينا منطقه ثالثه مثلا، عايز تجيب له الاي في جي هو كان تايب 2، تخش التايب 2 عايز تجيب الاي في جي، الاي في جي على الاي جي بيساوي 0.9 او 90%، يبقى الاي في جي بتساوي 90% في الاي جي اللي هي الاي جي كانت مثلا المنطقه الثالثه بتاعتك، يبقى 0.15 في 9.8 او 89% في 90% هي الاي في جي. طيب قال لك برضو معلش الاي في جي بقى يعني هو بيرخم عليك كمان، بيقول لك لما تيجي ترسم بقى الفيرتيكال كيرف ما تاخدليش بقى الازمنه بتاعت الايه بتاعت اللي احنا خدناها فوق دي، اللي هي الازمنه دي، تاخدها ايه، تاخدها ازمنه ثانيه. ازمنه تانية اللي قدامنا تي بي والتي سي والتي دي، يعني ما حطش فاكتور اس لو تلاحظوا زي في الجدول اللي فوق دوت ما حطش فاكتور اس، هو خد لك بس الايه الازمنه تي بي والتي سي والتي دي بس. وهو حتى في المعادلات باين لو طلعنا برضو المعادلات ان الفيرتيكال كيرف لما تيجي ترسمه الفاكتور اس مش داخل اصلا في الموضوع، بس هو كل ما في الموضوع انت تاخد ازمنه ثانيه تي بي والتي سي والتي دي ازمنه ثانيه غير الازمنه بتاعت الهوريزونتال، عشان كده حط لك في الجدول معاهم اللي هو الجدول اللي هو بتاع الاي في جي على الاي جي ديت، قال لك بس خد ازمنه ثانيه غير الازمنه اللي فوق. ده بالنسبه للفيرتيكال بس، يعني ده الجدول بتاع الفيرتيكال. طيب انا اعرف بقى ازاي المبنى بتاعي بقى منطقه ثانيه ومنطقه ثالثه، في خريطه في الكود مش عارف في الصفحه الثالثه ولا ايه، بالمناسبه الكود بكود الاحمال بتاعنا الباب الثامن فيه هو الباب اللي يخص المنشآت او تحليل المنشآت بتاعنا ضد الزلازل او احمال الزلازل على المباني، المنشآت العاديه يعني. الباب التاسع على طول وراه على طول اللي هو الكباري، احمال الزلازل على الكباري، والباب العاشر اللي هو الخزانات. الباب الثامن هيبقى المفروض انت هتلاقي ثالث او رابع صفحه مش فاكر، هتلاقي في خريطه كده الوان مقسمه لك زونز، جمهوريه مصر العربيه مقسمه لك زونز يعني او مناطق، انت المفروض من خلال المناطق ديت تبص فيها. طبعا مش عايز تبص في الخريطه ما تبصش في جدول مدولك في الاخر، بس مش الجدول ده، انا بس ده جدول قديم استعنت بيه عشان اشرح بس، لكن في جدول تاني المفروض الجدول دوت هتلاقي فيه كل محافظه قصادها
ايه منطقه التاثير الزلزالي بتاعتك، اللي هو المنطقه الزون يعني بتاعتك. مثلا اسيوط هنا 1، اسكندريه 2 مثلا، تروح داخل هنا جايب الايه الواحد او الاثنين. للاسف مش عارف ده ايه يعني، ده خطا ولا ده يعني ده مقصود. الكود الجديد الحقيقه الجدول ما فيهوش محافظه اكتوبر. انا متاكد من كده الحقيقه، شفته يعني ما فيهوش محافظه اكتوبر، مش عارف ليه. يمكن يكون ده مقصود، الله اعلم. بس يعني انا متاكد، وشوفوه يعني ما فيهوش محافظه اكتوبر. المهم خلاص، انت وانس اللي انت عرفت، او مجرد ان انت عرفت المنطقه الزلزاليه بتاعتك، تخش تعرف بناء على المبنى اللي انت بتصممه فين، تخش ايه في انهي محافظه يعني، تخش تعرف المنطقه الزلزاليه وخلاص، ويبقى جبت الاي جي، ومن الاي جي دي جبت الاي في جي، وكده انت عرفت بعض الايه يعني، كده خلاص انجزنا في الفاكتور ده. طيب الكوريكشن دامبنج فاكتور ده يعني معلش انا هضطر ايه يعني هتكلم فيه شويه، لانه فاكتور مهم الحقيقه. وللاسف الكود ما اتكلمش عنه كتير يعني، ما شرحوش باستفاضه يعني، او ما فهمناش ده ايه، هو عامله كده بس، مش هتلاقي فيه يعني كلام كتير. لو تلاحظوا الكوريكشن دامبنج فاكتور او معامل الاضمحلال التصحيحي، اللي فيه اتنين، في واحد الهوريزونتال اللي هو من غير في، واللي بالفي دوت اللي هو بتاع الرأسي، الرأسي والأفقي، اللي هو منحنى اللي هرسميه منحنى رأسي ومنحنى أفقي. طبعا بيعتمد على نوع المنشأ، لو واخدين بالكم حضراتكم، صلب ذو وصلات ملحومة يعني، صلب بكونكشن بتاعته ويلد يعني، او صلب او ستيل بكونكشن بتاعته البولتس بتاعتي اللي هي المسامير يعني. وبعد كده خرسانه، ومش عارف خرسانه سابقه الكيات بريستريس يعني، ومباني مسلحه. لو تلاحظوا كلها مواد يعني ماتيريال. وراح حاطط لك فاكتور هنا في الافقي، اول واحده خدها لك ايه 1.2، والثانيه ايه في الفيرتيكال، قاعد بقى يزود في الاخر، بس اللي نقص بالنسبه للفيرتيكال عفوا الهوريزونتال، والفيرتيكال قعد خد لك 100%، او ما زودش. طبعا احنا ايه هرجع افكركم تاني ان انا بقول ما زود وما نقص ليه بناء عليه ان الفاكتورات دي اصلا موجوده في البسط في المعادلات فوق، وبما انها موجوده في المعادلات فوق في البسط، يعني انها ايه بتزود مش بتنقص، يعني بتزود الاكسلريشن مش بتنقصها. وبالتالي لما انا بقول ايه لو تلاحظ ان هو بيزود، يعني قصدي ايه ما بيزودش الاكسلريشن يعني، او فبالتالي هنا في الفيرتيكال هو واخد 100%، يعني ما زودش الاكسلريشن، خدها واحد ما زودش الاكسلريشن التصميميه بتاعه المعادلات اللي فوق، وابتدى يقلل في الفيرتيكال. طب ليه بيزود في الهوريزونتال وبيقلل في الفيرتيكال؟ الحقيقه طبعا الكوريكشن دوت زي ما احنا قلنا في او الدمج عامه يعني، لما قلنا في الاول خالص، لو رجعنا الاول شريحه قلنا ان الدامبنج المفروض ان هو بيقاوم الازاحه في الكتله اللي ايه في المثال اللي هو اللي فيه كتله دوت الاولاني. قلنا ايه قلنا ان الدامبنج بتاعي المفروض ان الازاحه دي كانت متزاحه مثلا ب 5 سم، لما جه رجع لما جيت سبته يهتز اهتزاز حر ليه، ما رجعش في ايه في وضعه. المفروض ان هو لما يروح الناحيه الثانيه مش هيروح بال5 سم اللي انا زحتهم فيه بالاول، لا بالعكس، هيروح ايه هيحصل له شويه دامبنج، او بسبب الدمج الازاحه دي مش هتبقى 5، هتبقى مثلا ايه 4.8 او 4.5 سم، وبعد كده يفضل يطلع برده يقل 4 مثلا سم، بعد كده ينزل 3.5، يطلع يفضل كده لغايه ما ايه ما يستقر خالص. معنى كده ان الدمج المفروض بيقلل الديسبيسمنت او بيقلل الازاحه. طيب بما انه بيقلل الازاحه وبيقلل الديسبيسمنت، يعني المفروض ان انا يعني الاكسلريشن بتاعتي المفروض هتقل مش هتزيد على المنشأ بتاعي. ليه هنا بيزود الايه بيزود الدمج او عامه الدمج اللي بيقلل؟ ليه هنا بيروح واخده 20% او بيزود 20% اكسلريشن، مع انه فوق زي ما اتفقنا ان هو بيقلل الديسبيسمنت او تاثير الزلزال عليا ان هو بيقاومه. طبعا هو فعلا زي ما احنا قلنا مش هنغير كلامنا ان هو بيقلل فعلا تاثير الزلزال على الاستراكشر بتاعي او بيقاوم الزلزال، لكنه مش بيقاوم ببلاش، لا بيقاوم وبيخسر او بيحصل تاثير تاني، تاثير سلبي طبعا. ان طبعا الزلزال زي ما انتم عارفين ان هو او ان هو المفروض ان المبنى بتاعي في اماكن اتصال الاعمده مع الكاميرات، المفروض ان دي اكتر مناطق هتتاثر بالزلزال، اللي هي الكونكشن بتاعتي. المناطق ديت المفروض ان هي لما الزلزال ياثر فيها، المفروض المناطق دي بالبلدي كده هتتدغدغ او مش هتستحمل، هتفضل هي اللي بتقاوم طبعا الزلزال، او هي بتقاوم اكتر مقاومه للزلزال. فنتيجه المقاومه دي هتبتدي بقى تتكسر. يعني مثلا لو عندك خرسانه، المبنى بتاعك مثلا الكونكشن بتاعته خرسانه مثلا اللي هو زي اماكن اتصال الاعمده بالكمر، هتبص ايه تلاقي ايه الخرسانه ابتدت تشرخ، الحديد ابتدى يوصل الاف فيلد بتاعته او ممكن يعدي الاف فيلد كمان. ليه؟ خلاص المناطق دي اجهدت فيها تركيز اجهادات جامد بسبب الزلزال.
نتيجه كده طبعا ده هيحصل دمج المبنى، وفي نفس الوقت المبنى هيتعب او هيستهلك او هيجهد. فبالتالي هو هنا عمل ايه زي فكره الالتيميت وركينج كده، ان هو بيزود في الالتيميت مثلا، بيروح مزود الاحمال شويه بتاعته، يقول لك انا هدرس المبنى او المنشا بتاعي ده لحظه الانهيار، فبزود الاحمال بتاعتي بضربها في 60% لايف و40% ديد، وادرس المبنى بتاعي لحظه الانهيار. دي نفس الفكره تقريبا، ان هو بيدي فاكتور اوف سيفتي. خلاص المبنى بتاعي بيقاوم بس بيتعب او بيستهلك او بيحصل دامج فيه او ديستورشن فيه، خلاص انا ازود الاكسلريشن بتاعتي اللي هي التصميميه اللي فوق اللي قلنا فيها ايه في البسط ديت، اللي الفاكتور دي كلها في البسط المفروض بتزودها، هزودها 20%. طيب لو تلاحظوا ان هو اللي هو الستيل اللي هو الكونكشن بتاعته ويلد ديت اللي هو اول حاله مزود الفاكتور او مزود الاكسلريشن بتاعت 20%، ودي رقم كبير. طبعا الناس اللي واخدين ستيل طبعا يعني ممكن يعني طبعا هيبقى فاهموا اللي انا بقوله، او هم فاهمين اكتر من الكلام اللي بقوله دلوقتي، ان الصلب اللي هو ليه ويلد او الكونكشن بتاعته ويلد ملوش دكتيليتي عاليه او ملوش ممطوليه عاليه. يعني ايه مالوش مطوليه؟ يعني الزلزال اللي هيجي مثلا في الاتجاه الافقي او اللي هو المركبه الافقيه بتاعته، المفروض ان هو هيحرك المبنى يمين وشمال يمين وشمال في الاتجاه الافقي مره اتنين، الحركه بتاعته رايح جاي في المره كده ما هتلاقي ايه اللحام ده راح فك او قطم يعني. ليه؟ عشان اللحام زي ما قلنا ملوش دكتيليتي عاليه، عشان كده مزوده ايه قيمه كبيره. ولو تلاحظوا من تحتيه على طول ده ياكد كلامي ان نفس الاستراكشر بس ايه اللي هو الستيل يعني استراكشر، بس بخد بقى بولس او مسامير، لا ايه زود هنا 5% بس، مش ايه مش 20% زي اللي فوقيها. وده برضو نتيجه ان برضو المسامير برضو ليها مقاومه شويه، ليها انترنال فريكشن او مقاومه احتكاك، بتقاوم معايا الزلزال، بتقاوم معايا تاثير الزلزال، وفي نفس الوقت ما يحصلهاش الدمج او ما بيحصلهاش فيها ليها دكتيليتي طبعا، غير اللحام اللي هو بيبقى ايه ضعيف مره واتنين هيحصل له كلال او فاتيج وهيروح ايه منهار على طول، الاستراكشر بتاعي مش هيستحمل، عشان كده زود 20%. وبعد كده ابتدى بقى ينقص. طب ليه في الفيرتيكال بقى بينقص؟ الفيرتيكال الحقيقه المفروض المركبه الرئيسيه دي عايزه تعمل ايه في المبنى؟ يعني عايزه ترفعه كده وتهبده على الارض تاني، او بالبلدي كده تخليه يتنطط يعني. يعني انا بصوره بصوره بسيطه، يعني هو مش هيتنطط طبعا يعني قدامنا كده ولا حاجه، بس هو يعني المفروض ان هي بتحدفه لفوق، عايزه تحدفه لفوق. فنتيجه الحدفه لفوق ديت المفروض ان هو ايه مفيش كونكشن، مش هتاثر معايا. كل اللي هيحصل ان الاعمده بتاعتي او العناصر الرئيسيه اللي هي بتشيل النورمال فورس هتخف عليها النورمال فورس شويه، نتيجه ان المبنى طلع لفوق او عمل جامب لفوق كده بسيطه. دي هيخف النورمال فورس على الاعمده او القطاعات العناصر الرئيسيه اللي شايله النورمال فورس. هيجي وهو في اللحظه اللي هو راجع فيها هيزيد نورمال فورس على الايه على القطاعات بتاعتي. فكل الموضوع ان هو النورمال فورس بيزيد او بيقل على الممبر بتاعتي او على الاعمده بتاعتي، فمش الكونكشن مش متاثره قوي، مفيش الدمج اللي هيحصل زي عنه لما يحصل الزلزال في الاتجاه الافقي. عشان كده هو ابتدى يقلل، ما بيزودش يعني الفاكتور دوت. دي بس حاجه سريعه كده لايه بالنسبه لايه للكوريكشن، ويعني ارجو ان انا اكون احسنت فيها يعني، بس دي عشان نبقى فاهمينها برضو، ما نبقاش ايه مجرد فاكتور ونعدي عليه كده وخلاص يعني.